قال لك الصحبه في ايه؟ الصحبه بتبقى على قهوه يا صاحبي، ما بتبقاش في حته تانية. تمام. فهنا احنا جايبين لكم النهارده فينسن، حاجه من الموديل بتاع الشيشه بتاعهم، جايبين الدي ال. نشوف الفواكه المشكله. مكتوب قدامي سمر كينج، والله العظيم ما بهزر، سمر كينج وتحتيها فواكه مشكله. المهم يا صاحبي تعالى نجرب هذه الماكس. الموديل بتاعها او الموديل الطبيعي بتاعها بتيجي ب 50 مللي جرام، او في منها ال 30 مللي جرام، او الزيرو، في منها ثلاث مستويات موجوده. بتيجي ب 28 مللي من السائل، بتبقى مملوءه هذا الرقم، وده رقم كبير مش قليل. دي تي ال، وده التصنيف بتاعها، لان هي فعلا دي تي ال جدا، او دي ال يمكن. بتطلع 20000 باف، وده الميرج بتاعها. يعني بيقول لك الميرج، احنا ما نعرفش، هي على حسب سحبتك انت. فيها شاشه ديسبلاي بتطلع لك الليكويد باقي فيه قد ايه في البدايه، ودي حاجه كويسه. وبتطلع لك برده البطاريه باقي فيها قد ايه، ودي حاجه برده كويسه. تعالوا بقى يا صديقي نجرب السمر كينج. سمير سمكره. في الكاب بتاع اللي تحت اهو، دي كده. بس وانا بطلع انا عنيف شويه. كاب داخلي هوبا، الرئيسي تبقى بسيطه كده يا صديقي، بيبقى ليها نفس ام تي ال على وهو مقفول. ولو دورت هذا اللفه دي بتلاقي الدي ال بتاعها بقى مفتوح، وهي كده جاهزه للشرب. ونقول بسم الله. شوف يا صديقي، انا دقت هنا من الفواكه المشكله الغريبه بالنسبه لي نسبيا، لان انا هنا حسيت بطعم سموك شويتين ثلاثه موجود مع الفاكهه. ولقيت هنا طعم موز، لقيت طعم برتقال، طعم جوافه جاي من بعيد، لقيت طعم عنب، ودي حاجه كانت غريبه. فعليا مقدمين تشكيله فواكه جديده وغريبه على السوق المصري. تحس ان هو فواكه مشكله بتاعه تايلاند مثلا، او فواكه مشكله بتاعه شرق الصين، او يعني مكان زي كده. فهي بالنسبه لنا حاجه جديده. فينسن هتلاقيها في كل استورات جمهوريه مصر العربيه، وهتلاقيني منشن لك كمان الصفحه عشان تسالهم تجيب المنتج منين. سلام.